السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الحويجات اللي وصلوني من المغرب. اول شيء نبغي نشكر اختي والزوج ديالها وبنياتها الله يخطيهم عليا. كاع هاد الحويجات هادو اللي صفتهم ما شاء الله، يعني الخيرات ديال البلاد. واخا دائما كنقولوا كل شيء عندنا هنايا وما نقصنا والو، ولكن الانسان يكفي انه يتفكرك ويصيفط لك حويجات. الفرحه ما توصفش، يعني لا انا لا وليداتي كلشي فرحان وكلشي كيترقب وشنو كاين في هاد الحويجات هادو. المهم غادي نشارك معكم كلشي الحويجات اللي وصلوني. كيف ما كتشوفوا كلشي مونبالي هو هذاك. يكفي ان الواحد يعني كيفكر فيه كيمشي ياخذ لك حويجات يتقدى لك وكيزيد عاد يعني داك التماره ديال لومبالاج. انا في الحقيقه يعني هاد الشيء دائما واخا كيبغيو يصيفطوا لي الحوايج كنقول لهم دائما يعني راه كلشي كاين، ما تعيوش راسكم. مع حتى انا تقريبا كنمشي 2 مرات في العام للمغرب، يعني كنتقدى اللي خصني. ولكن هاد العام هذا كنت المشيه ديال الصيف ديال المغرب ما كنتش دايره عليها بزاف ديال الحوايج اللي خليتهم كيتخيطوا تما اللي كانوا خاصيني. وخا جبت معايا تقريبا كلشي اللي خاصني، واختي ضروري ما خاصها يعني باش غادي تصيفط لي قفيطناتي خاصها تصيفط معاهم حويجات. وهذا الشيء كلشي اللي غادي نشاركو معكم ما شاء الله اللي مصيفطاتو وجايها قليل كتقول لك راه ما صيفط لك والو ما صيفط لك والو. ما عرفتش شنو مسكينه باغيه تصيفط لي. ربي يخليك ليا اختي سميه ويفرحك بوليداتك نتيا والزوج ديالك، الله يخطيكم عليا. هنايا البنات شوفوا معايا حتى المشة فرحانه بالحوايج وغاطسه فيهم، ما خلاتنيش حتى نجبد حوايجي على خاطري معكم. هي الحويجات اللي خداتهم لي اختي. واول حاجه اللي انا كنحماق عليها هي هاد المئنات هادو الفخار التقليدي. كيحمقوا عجبوني بزاف. لا اللوينات اللي فيهم ولا حتى الفخار ديالهم. قالت لي اختي بالنسبه لهاد سواء الطويجنات ولا كلشي هاد السيت هذا اللي خداتو لي كيجيو حتى في الماشينه ديال المعان، يعني ما كيضيعوش كيف ما كتشوفوا مخدومين متقونين وجايين خفاف، ماشي كيما هادوك ديال الطين اللي كيكونوا ثقال. دايرينهم بحال البورسلين، يعني الشكل ديالهم زوين بزاف. خدات لي هاد الطويجنات وخدات لي هاد الغرافي هادو. بالنسبه لهاد الغرافي هادو كبار او اللي كيقول لهم الزلايف، حنا في المنطقه الشرقيه كنقولوا لهم الغرافي. ما شاء الله كيجيو كبار، يعني سواء الواحد كيقدم فيهم الحريره او لا حتى يجيو هكا الحلوه ولا تحطوهم فوق الطبالي كيجيو رائعين. بالنسبه كيف ما شفتوا معايا الغلاقه ديال الطاجين جات حتى من فوق الغريفيه. بعدا كانت جات صاحبتي عندي وشافتها هكا كنت حطاتو قالت لي زوينين هاد الطويجنات هادو. هي غير هذيك الغلاقه جات حتى مع الحجم ديال الغرفيه جات فنه. وخدات لي هاد الطبيصلات هادو. بالنسبه لهاد الطبيصلات هادو الحجم اللي جاي متوسط، جاي شويه صغير يعني ماشي كبير بزاف. وحتى هما كيف ما كتشوفوا متقونين رائعين الخدمه ديالهم. وخدات لي اللي كبر منهم اللي كيجيو من تحت كيف ما كتشوفوا الشكيلات ديالهم بزوج بهم غزالين واللوينات رائعين. وكيف ما شفتوا لومبالاج كيف ما قالت لي اختي المول المحل دار لهم لومبالاج مزيان. وحتى لاجونس حتى هما زادوا داروا لهم لومبالاج. قالوا لها جيبيهم لنا وهما اللي زادوا غلفوهم هكا باش ما كيتهرسوا لهمش. وما شاء الله يعني حتى لاجونس كلشي وصل هو هذاك، لا سواء الحلويات ولا العسل ولا حتى حاجه ما تهرست ولا تزلعت. ما شاء الله كلشي وصل هو هذاك. بالنسبه للحلويات كيف ما كتشوف معايا هنايا صيفطت لي زوج تاع لي بواط، واحد ديال الصابلي اللي كيحمقني سورتو هذا كتصايبوا بالكراميل وباللوز مهرمش من الفوق كيجي رائع. وهاد الحلوه هذه حتى هي ديال القوقاو كتحمقني بالصابلي حتى هي رائعه كتجي. بالنسبه لهاد الحلويات كاملين كتصايبهم وحده كتكوموندي عليها اختي كدير داك الشيء غزاله البنات. بالنسبه لهاد الحلوه ديال اللوز هاد الوريقات هادو حتى هما. هذه المحنشه مقطعتها هكا على هاد الشكل هذا حتى هي غزاله البنات. وهاد الوريضات هادو حتى هما ديال اللوز الحلويات ديالها ما شاء الله عليها كلهم رائعين، المذاق ديالهم غزال. الله يعطيها الصحه. صيفطت لي الكاطو المفضل عندي وعند وليداتي ميراندينا كنحماق عليها البنات من الصغر، باقي عزيز عليا واخا غيروا لها الطعم ديالها ولكن زوينه. حتى الولاد ديالي كيحماقوا عليها. دات لي هاد الفلون هذا بالنسبه لهادو النكهات المفضله عندي. عارفاني شنو كنبغي الموز والكراميل. بالنسبه لهاد الكرتونات هادو كيكون فيهم 24 حبه. في الصراحه رائعين هاد النكهات هادو البنات. انا كاع النكهات اللي كيكونوا فيهم هادو هما المفضلين عندي، دائما كنعتمدهم سواء في الوصفات ديالي ولا في الفلون العادي.
وصفتوا لي العسل الحار. بالنسبه لهاد العسل هادي رائع البنات، حاره 100%. كنت قلت لها بان راه كاين هنايا العسل على انواع واشكال، قالت لي لا هذا راه كياخذوه على شي واحد اللي معرفه وراه عسل حاره. وكيف ما كنقولوا يعني الواحد كيحس بالفرق فاش دقتها، يعني المذاق ديالها رائع البنات. هذا السمن الحار، شوف البنات التغليفه اللي دارتو اختي مسكينه، غلفاتو كامل بالفيلم اليمونتير من الداخل وزادت عليه من برا والسكوتش وكل شيء كما قالت لي باش ما يطلقلكش ويطلق الريحه في الكسوه وفي الحوايج الاخرين. بالنسبه لهاد السمن هذا البنات انا ما عرفتش اختي منين خداتو، راه كانت قالت لي ما عرفتش واش من مرجان ولا من كارفور. انا دائما كناخذ هادو كيعجبوني اللي كيكونوا هكا في لي بواط. شحال من مره كناخذوا هذاك ديال العبار وكيخرج لي سوا يكون مجهد بزاف ولا ما يكونش فيه كاع المذاق، ولكن هادو راه سنين اللي متبعين القناه ديالي دائما كنشاركوا معكم كناخذوا من مرجان وكيخرج لي زوين بزاف. هذا انا ما مجرباتوش، كنت كناخذ واحد لي بواط صغيورين وخدات لي هذا والريحه ديالو غزاله البنات، عجبني بزاف. وخدات لي هاد البيجامه هادي. بالنسبه لهاد لا كولور انا كيحمقني البلو مارين، واختي عارفتني بلي كنحمق على هاد لا كولور هادي. بالنسبه لهاد البيجامه عجبتني بزاف البنات، جايه سخيخه وفي نفس الوقت ماشي ثقيله كما البيجامات ديال بخيمارك، ما بقاوش كاع يعجبوني نهائيا. كيف ما كتشوفوا هنايا الثوب ديالها جاي بحال القطيفه على برا ومن الداخل جايه مصوفه سخيخه البنات، رائعه لبسها. انا دابا كنمونطي لكم الفيديو راه سبق لي لبستها وعجبتني بزاف، جايه سخونه وحتى اللبسه ديالها حلوه. بالنسبه لهاد البيجامه هادي بالسروال ديالها، وكيف ما قلت لكم البيجامه ديال بخيمار كان مبقاوش يعجبوني نهائيا لان السروال دائما كيكون عريض. الا خديتي لاطاي ديالك كيجي عريض على التريكو، والا خديتي لاطاي صغيره كتجي عاوتاني صغيره بزاف في التريكو. دائما التريكو كيكون صغر على السروال، ما عرفتش واش نتوما لاحظتوها ولا غير انا اللي عندي هذا المشكل هذا. وخدات لي هاد اللباس هذا. بالنسبه لهاد اللباسات انا ما كنلبسهمش يعني في الصراحه، يعني فرحت اول مره، يعني عمرو ما خديتهم ليا، كناخذ دائما بيجامات بالسراول. ولكن هاد اللباسات زوينين سورتو الواحد من كيجيك شي ضيف ولا تبغي تلبسي شي حاجه مستوره. ديال القطيفه هاد اللباس هذا وجاي طويل ومستور واللبسه ديالو رائعه، سيتهم كاع عجبني في الصراحه. سورتو هكا من كيكونوا عندي غير صحباتي ولا شي واحد يعني نبغي نلبس شي لباس اللي يكون هكا طويل ولا ما عنديش كاع هاد الشكيلات غير القفاطن. وخدات لي حتى هذا اللباس لا كولور ديالو كتحمق، انا كنحمق على هاد الغوز هذا. كيف ما كتشوف الصدر ديالو، هذا اللبسه ديالو حلو جاي رائع. الصدر ديالو فيه هذيك الطريزات والثوب ديالو غزاله البنات، هذا يجي حتى في الربيع والخريف خفيف. واليدين ديالو كيف ما كتشوفيهم هذاك لاستيك كيجيو مجموعين. وهادو الحويجات اللي صيفطت لي بنت اختي، شكرا اسيا حبيبه ديالي الله يخطيك عليا. اول حاجه هي هاد الكولونات بلي بول ديالهم كيحمقوني البنات، سواء الواحد كتلبسوهم من تحت الجليلبات هكا ولا قفيطنات سيرتو في هاد الوقيته ديال البرد، اولا هكا في الدار كيكونوا الواحد كيلبسهم خفافين وفي نفس الوقت كيكونوا سخونين. انا كيعجبوني هكا الواحد من كيكون يخدم شغالاته، ماشي كيما دوك البيجامات اللي كيكونوا غلاط مثقلين. هادو كيكونوا خفاف كيف ما كتشوفوا الثوب ديالهم، هذا جاي بحال ديك الصوفه الرقيقه. الثوب ديالو غزاله البنات وسخيخنين. خدات لي هاد لا كولور هادي، حمقتني هاد الغوص وعرفتني بلي كتعجبني هاد لا كولور، خدات لي هذا. وجاي حتى طويل كيف ما شفتوا مع الكولون ديالو، كيجيو رائعين في البيسه ديالهم. وكيف ما قلت لكم سخيخنين وخفاف، حتى هكا الواحد فاش كيتحرك ويخدم شغله مش كيما ما يكون لابس داك الشيء غليظ. خدات لي هذا في الغوز وخدات هذا حتى هو في النواغ، نفس الشكل وهو في النواغ. وخدات لوليداتي هاد لي سيغبات هادو البنات، صراحه كيحمقوا عجبوني بزاف. خدات لبنتي هذا في النواغ، صراحه كيف ما كتشوفوا شكلهم تقولوا فغي، يعني ما كاينش الفرق بينهم وبين الفغي. كيف ما كتشوفوا الكابيشون ديالهم روعه، وحتى في الكمام ديالهم كيفاش جايين. لبساتو ديجا بنتي وحماق عليه صحاباتها عجبهم بزاف. حتى السروال ديالو كيف ما كتشوفوا جاي، يعني الخدمه ديالهم متقونه رائعين البنات، وحتى الثوب ديالهم غزال.
وفي نفس لا مارك خدات لولدي هذا، غير هو لا كولور غيرت لهم، خدات له هو في هاد الكري هذا بصراحه كيحمق. وحتى هو نفس لا مارك، وكيف ما قلت لكم كتحسوا بهم بحال الا دوريجين. كيف ما كتشوفوا الكابيشون دياله والفصاله ديالو روعه البنات، من جهه الحزامه جاي مجموع، وهذا الكمام ديالو حتى هما جايين هكا مكتوبين. خدمينهم يعني شي حاجه اللي كتحسوا بها دوريجين، رائعين في الصراحه البيسه ديالهم. وحتى السروال جاه غزال حتى هو في البيسه وحماق عليه، فرحوا بهم في الصراحه بزاف. لا يخطيك يا حبيبه ديالي. وبالنسبه لهاد البورتكليات هادو البنات، ضحكت من جبدناهم من مع الحوايج. بنتي غير شافتهم قالت لي هادو اكيد طاطا اسيا هي اللي صيفطتهم لي، عارفاها بلي هي اللي كتجيب لهاد الحويجات. فاش كنكونوا في المغرب كل عشيه من كتجي عند ماماها دائما كتجيب لبنتي شي حاجه بحال هاد الحويجات هادو، ولا مسيسكات، ولا شي حاجه ديال الحلويات. دائما كتدخل لها شي حاجه وكتفرح بهاد الحويجات هادو، عجبوها بزاف، حمقت عليهم. وخدت لهم كذلك هاد المصاصات هادو. كتعرف بلي ولادي كيحماقوا على هاد المصاصات هادو. حنايا واخا كاينه هنايا في هولندا اشكال وانواع، ولكن هذه كتبقى هي الطوب ديال المغرب. بالنسبه هاد الشكيلات هادو حنا كنا كنعرفوا غير ديال الكوكا وهاد الحمراء هادي، وهاد الزرقاء حتى هي. ولكن هذه ديال الدلي عجبتني بزاف، دقتها روعه البنات، عجبتني كتحمق المذاق ديالها. وهادو الهدايا ديال بنت اختي الاخرى مريم، الله لا يخطيك عليا حبيبه ديالي، شكرا بزاف مره اخرى من هذا المنبر هذا، الله لا يخطيك. اول حاجه هي العبايه ديال ولدي اللي خدتها من عند انس بن كيران، صراحه عنده حويجات غزالين. انا من تما دائما كناخذ الحويجات ديال الدراري. هذه عبايه كيف ما كتشوف معايا بالطرز ديال المعلم، رائعه. الخياطه ديالها متقونه البنات، وحتى الثوب ديالها كيحمق، لا كولور غزاله، حمق عليها وفرح بها بزاف. لا يخطيك حبيبه ديالي. خدات لبنتي هاد العبايه هادي، حمقتني في لا كولور البلو مارين، كتحمق. ولبستها حتى انا جات قدي غزاله البنات. كيف ما كتشوفوا ديك الطريزه فيها في الجنب ديال الامازيغ، غزاله. وهذاك السفيفه بحال مخدومه باليد، كتحمق. وفي جنيبات في اليد كيف ما كتشوفوا دايرين فيها هاد الثليجه، جات رائعه، عجبتها حتى هي، حماقت عليها. ولا كولور كيف ما كتشوفوا زوينه، حتى في الظهر ديالها فيها هذيك الطرزه ديال الامازيغ، فنه البنات كتحمق. وهاد الجلابه هذه خيطتها لي بنت اختي في طنجه. في الصراحه رائعه البنات. بالنسبه كيف ما قلت لكم في الاول، راه ما كنتش ناويه انني نمشي هاد الصيف هذا للمغرب. وفاش مشيت على غفله يعني كومونداتها وما وجدتش يعني باش يصيفطوها في الوقت اللي كنت فيه انا تما، وصيفطتها لي مع هاد القفيطنات اللي خيط. بالنسبه للخياطه كيف ما كتشوفوا روعه، دايرين السفيفه على ثلاثه ديال اللوينات، وحتى العقد دايرينهم. وبالنسبه لهداك التنبات وداك الطريزات كيحمقوا حتى هما. وهاد لا دوبليغ اللي دايرينها بهاد لا كولور هادي، جات مع هاد البلو، روعه البنات. البيسه ديالها كتحمق. كيف ما كتشوفوا يعني جايه حتى في الجناب ديالها السفيفه متقونه خادمينها. يعني في الصراحه روعه. الخياطه عجبتني بزاف، كيف ما كتشوفوا جايه نص طوق، وجايه من تحت ديك السفيفه هابطه، رائعه البنات. خدات لي معها حتى هاد الشال اللي جاي مع لي كولور ديال الجلابه، جاو رائعين. حتى هاد الشال هذا ديال الحرير كيحمق البنات، الثوب ديالو غزال ورطب، كيطيح على يعني كيجي طايح زوين بزاف، عجبوني. ولي كولور جاو رائعين مع لي كولور اللي كاينين في الجلابه. بالنسبه للحويجات اللي خيطت انايا، خيطت هاد القفيطنات ليا ولبنتي، خيطنا نفس الخياطه ونفس الثوب. بالنسبه لهاد القفيطنات هادو حتى خيطتهم، وتفكرت انني كنت درت العام اللي داز تكشيطه في النواغ وفي الدوغي ونسيتها. رجعت تاني للنواغ لان عجبني النواغ في الصراحه، اللبسه ديالو كتجي رائعه. كيف ما شفتوا معايا الخياطه درتها غزاله البنات بس قلي. وكيف ما كتشوفوا السفيفه هكا على ثلاثه، جات رائعه. هاد الخياطه هكا في الكتاف، كيف ما كتشوف معايا درته نص طوق، وسفيفه هابطه حتى لتحت بالعقد، وكامله بالسقلي، جات رائعه الخياطه ديالهم. والفصاله ما شاء الله عليها. بزاف ديال الناس اللي كيسولوني على الخياطه ديالي، راه كنرد عليكم في التعاليق، ولكن دائما كنوعدكم انني غادي نشارك معكم فيديو بالتفاصيل، ونشارك معكم شنو خيطت عندها. بزاف ديال الحويجات هكا كتعرفوا عليها، راه ما شاء الله عندها الخياطه زوينه، والفصاله ديالها كيف ما كتشوفوا هذا حتى هو ديال
ديال بنتي جا رائع. ان شاء الله غادي نلقى الوقت وغادي نشارك معكم فيديو نوضح لكم كل شيء وفين جايه بالضبط. نفس الخياطه كيف ما كتشوفوا دارتها لبنتي وكلها متقونه ما شاء الله عليها. وغادي نشارك معكم حتى منين كناخذ التوابات اللي كتبغي تخيط لبنياتها وعندها بنيتات صغار، يعني كيتقام لكم ارخص من عند المحل اللي كناخذ. بالنسبه للمضام كيف ما كتشوفوا معايا لا لبنتي لا ليا درتهم رائعين. اختاريت هذا الشكل هذا بلي كارو بالحرير في النواغ و السقلي، جاو رائعين الشكل ديالهم. وبصراحه القفطنا طلعوا غزالين وجاو العبارات هما هادوك البنات كيحمقوا. وخيت هاد الجلابه بالقميص ديالها. بالنسبه لهاد الجليبه هذه البنات لا كولور ديالها هاد الموف هذا صراحه اللون ديالو رائع. بالنسبه هاد الجلابه هذه بالقميص ديالها هكا خديتها. هاد الثوب هذا ديال القميص كيتباع معاه الديكرادي ديال هاد لا كولور هذه وكيتباع هكا مطروزه البنات. بالنسبه للخياطه فقط درت لي السفيفه وهي ما شاء الله عليها، يعني حتى هي كطرز. انا كنت ديجا خديت لها هاد لا موسلين وطرزت لي نفس هاد الطرزه كانت عجبتني قبل ما يبداو يتباعوا هكا. وكيف ما كتشوفوا يعني الخياطه ديال الطرز ديال المعلم، الخياطه متقونه ما شاء الله عليها. وحتى السفيفه كيف ما كتشوفوا معايا لا سواء في الصدر ولا في اليدين كيف ما كتشوفوا داكشي متقون. واخا بالماشينه الخياطه عندها رقيقه وكنصبن وكنعاود. كما كتعرفوا الواحد من كيكون عنده الوليدات صغار، انا سنين وكنخيط عندها جليلباتي كنديرهم في لا ماشينه لافي كيبقاو هما كيف ما كتشوفوا الكمام ديال القميص حتى هما فيهم ديك الطريزات. ودارت لهم حتى هما السفيفه خيطاتهم. بالنسبه للجلابه درتها هنايا نص دوق بداك الطرز ديال المعلم والسفيفه هاوده حتى لتحت جات رائعه. انا في الصراحه هذاك الطرز ديال المعلم كنت بغيتو في لا كولور ديال القميص وما كنتش فهمت لها نيشان وخدمته بلا كولور في نفس اللون، ولكن جا زوين في الصراحه. من بعد ان شاء الله الا لقيت غادي ندير شي تنبات ولا نضيفها عليه يجي في لا كولور ديال القميص. والقميص كيف ما شفتوا حتى هو درت له السفيفه حتى لتحت وحتى في الكمام كيف ما شفتوا. هو كيف ما قلت لكم راه كيتباع هكا مطروز، راه سبق ديجا وكنت شاركت معكم النواغ اللي قيطاتو لي وباقيين ما خرجوش هاد القمايص هادو. في الصراحه طلعت رائع. ان شاء الله غادي نشارك معكم من بعد كل التفاصيل على هذه الخياطه هذه لان بزاف ديال الناس كيسولوني. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركت معكم الحويجات اللي جاوني من المغرب. صراحه حويجات اللي كاملين فرحوني انا ووليداتي. لهلا اختي عليا اختي والزوج ديالها وبنياتها، شكرا بزاف مره اخرى من هذا المنبر. ولهلا اختي عليكم كل عزيز وغالي يا ربي. وفي الصراحه احلى ورد كيخليوه الوالدين من بعد ما كيمشيو هي الاخوه اللي كتبقى بين الخوت وديك المحبه يخطينا على بعضياتنا. مهم نتمنى ان هاد الفيديو هذه تنال اعجابكم. الى عجبتكم اكيد ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.